السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ وإن شاء الله قضينا رمضان بخير وعافية، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع. اليوم عندنا الكليتشة قاعد تشوفون. سويت الكليتشة تقريبا 4 كيلوات، وعندي مقادير طبعا راح انزلها بالصندوق الوصف. كيكة هشة وش قد ما تبقى ما عليها شي ابد ما تيبس. عندي طبعا جبت دهن جنة، خليت ويا الكليجة والروبة والشكر والهيل. حوايج ما خليت، ما أحبها لأنه شوية تسمر الطحين. خليت حبة البركة وبديت أفتها. شوفوا هنا شلون تنفت مثل الرمل الصير. طبعا سويتها بالعجانة وهذا الشكل شوفوها تصير عجينة طرية، ما تعجنون بها هواي حتى لا تجلد. خليتها هيك طرية يعني أحسن بهذا الشكل. وبديت هنا قعدنا بعد نشكلها شوية، تأخر الوقت فما صورت يعني كلش بالعجين وشون خليتها، بس راح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف. هنا خليتنا غراض الكليتشة بعد والشفرة والسكين والقوالب. وهم شكلت بإيدي أكثر شي يعني جوز المبروش والجوز والتمر محضرينه كامل. وابدي اشكلها. هنا بديت بالتمر حتى على السريع اخلصه واسوي يعني بتشكيله بايدي. التمر احسن لانه من تستوي بعد كلها تدور وين ام الجوز وين ام التمر، يظلون يفك وحده ويكسرها. فبديت اسوي هيجي بايدي حتى مبين التمر حتى ما يكسروها. بعد عندكم هاي الحالة لو لا؟ انا عندي ايه. فهنا انا خلصت بديت اسوي هذه الحشوة مالت التمر شوية اسرع. هذه الطريقة اسرع شوية من القوالب. تعرفون صيام بعد وتعبانين، واحد يعني شوية مو ذاك الحيل يعني. وابدي اقسمها واشكلها. شوينا بالبيت ما وديناها للفرن. قلت بعد انا على اليمن صينية فرن موجودة كبيرة وما تأخرنا بها يمكن ساعة يعني بالشوي ساعة ونص. والشوي اللي نريده مثل ما يقول يعني مستوى زين. والحمد لله خلصناها يعني بخير وسلامة. وهنا بدينا نشكلهن وشويناهن نار خفيفة الفوق والجوة. شوفوا هذا شكلها النهائي. وإن شاء الله سلامكم العافية يا ربي، وعيد سعيد عليكم وتقضونه بالخير والعافية. وانتظروني بلايكات شنو لايكات فيديوهات جديدة، ولا تنسوني باللايك والاشتراك واكون ممنونة من عندكم. تقريبا صارت عندي هذه الحافظة الكبيرة بها 5 كيلوات، وهذه الحافظة همين